لا في روح ولا اداء ولا اي مؤشر، حتى لو مؤشر واحد يخليك ويحسسك ان انت اصلا طرف بطل. اسوأ اداء طوال التاريخ من يوم ما اتولدت في ماتش فينال شفته بعينيا. البطولة محتاجة شخصية ومحتاجة ثقة ومحتاجة جراءة، مش موجودين. باختصار كمية تراجع وكمية خوف بدون مبرر على الإطلاق. تراجع وخوف ملوش أي مبرر خالص، ده طوال الماتش مش جزء بس في الماتش. كمية قرارات غلط لا توصف. طب انت عايز تكسب ازاي؟ انت ما اديتش للكوره النهارده، انت محتاجها تكافئك ازاي؟ انت ما عافرتش، انت ما حاولتش، انت ما وصلتش، انت ما عملتش اي حاجه. طب هنقول السيناريو الذهاب كان ظالم، طيب ربنا كافئك النهارده في الدقيقه الاولى، العب يا عم ال90 1-1، ما يبقاش لك حجج ومبررات. في اول دقيقه تعادلت، تتراجع ال90 دقيقه على ارضك وسط جمهورك. طب انت محضر لايه؟ انت ذهنيا قبل الماتش محضر وجاري ايه؟ وبتفكر في ايه؟ طب ده احنا بنقول السيناريو لو جه فينا هدف نحضر ان احنا نكسب 3-1 على ارضنا، ايه المشكله؟ احنا بنحضر للسيناريو. هو الجمهور هيقعد يحضر للعيبه؟ اما انتوا فايدتكم ايه؟ ما هو اللي هيجي النهارده يقول هارد لك للاعب كوره يبقى هو اصلا ما يفهمش في الكوره. اللي هيجي النهارده يقول هارد لك لمدرب يبقى هو اصلا عقله مش في مكانه. هارد لك دي تقولها للجمهور اللي اصلا جاي اساسا من محافظات بعيده ودافع فلوس علشان خاطر يساند ويشجع. تقولها الجمهور اللي عافر لحد اخر دقيقه على موقع تذكرتي عشان يقطع تذكره وياخد تذكره ويروح يساند ويشجع. للجمهور الوفي، للجماهير الاوفياء اللي راحت وسندت وشجعت لحد اخر دقيقه. الجمهور هو اللي في الملعب اللي بيقول لك اضغط وروح وهاجم. امال فين الكاتشنه؟ امال فين اللعيبه؟ امال فين الاصرار؟ امال فين العزيمه؟ مفيش اي حاجه. كله في نيته في ماتش واحد، في ليله واحده خلاص ضلمت على الكل. حاجه في منتهى الغرابه. اتحاد العاصمه النهارده لا الخصم كويس. طب هل تقول لي ان اتحاد العاصمه ده فريق جبار، فريق قوي، فريق لا يقهر؟ لا واقسم بالله ما فريق لا يقهر ولا حاجه. ده دفاعه ملط، بس ازاي دفاعه ملط تحط ان احنا اللي ملط؟ الزمالك ده ملط، ده ملوش والله العظيم 3 ملط كوره، ما عملش اي حاجه خالص طوال ال90 وعلى ارضك وسط جماهيرك والناس رايحه لك بالالاف ورا التلفزيون بالملايين عشان تفرح وعشان نفرح. طب انا حابب اقول لك على حاجه بسيطه قبل ما اقول لك. لازم اقول لك ان اتحاد العاصمه كان عنده الثقه والتركيز والهدوء والجراءه اللي يخليه ان ربنا سبحانه وتعالى يكافئهم. ما هم بني ادمين برضه، دول بني ادمين وهم برضو بيدعوا ربنا ان هم يكسبوا، وراهم جماهير بالملايين برضو بتشجعهم وعايزاهم يكسبوا. فهي في الاول وفي الاخر كوره، انت بتدعي وهم بيدعي وربنا سبحانه وتعالى اللي بيوفق في النهايه. هم النهارده عملوا اللي عليهم وبره ارضهم، وحتى كمان في البلانتيات كانوا مركزين، واضح ده في التنفيذ. عشان كده ربنا كرمهم، حاولوا وعافروا بكل الطرق طوال الماتش، وعشان كده وراحوا باكتر من كره خطره وطوال الماتش وهم اساسا يستحقوا المكسب. ده اركن ماتش الذهاب. انت تعالى النهارده لعبني كوره، فين الكوره؟ ده مفيش كوره. حابب اقول لك على حاجه بخصوص ان الجمهور هو اللي بيكاتشن وهو اللي بيفكر وهو اللي بيعمل كل حاجه. انت موجود في مؤسسه كبيره، انت بتدير شركه، واحد بيجي من بره بيقول لك فكر بصوت عالي وبيفكر معاك بصوت عالي، بيقول لك احلل لك مشاكلك ازاي. الجمهور مش زعلان على مش زعلان على البطوله، ده زعلان على 4 مليون دولار على اساس ان احنا ناخدها نحطها في جيبنا. زعلانين بنفكر الدولار النهارده بكام؟ ب 53 مش عارف ايه، ناخد 210 مليون على الدوري والدنيا تمشي وندفع اللي علينا ونفك القيد والدنيا تبدا تمشي. الجمهور هو اللي بيفكر بصوت عالي. الجمهور مش بيلوم مجلس الاداره ولا بيعاتبه، الجمهور اصلا مش شايفه. ده كميه عته وخزي وعار، كميه عقم في المجلس لا توصف، كلهم بلا استثناء ما لهمش لازمه خالص. الغريب في الامر ده طوال الماتش ده احنا مش موجودين خالص. الغريب بقى في الامر بالنسبه لي مين اللي فكر اصلا؟ يعني مين صاحب التبديله؟ مين صاحب الفكره ان هو يطلع شيكو بنزا ويتنزل الجزيري اللي انت اصلا برضو سبب ان انت مخليه مصدي على الدكه طوال الموسم، وبتحوش شيكو بنزا اللي هو اصلا مساند مع فتوح. فتوح كان سيء ماشي، بتحوش شيكو بنزا اللي بيساند معاه، والحته الوحيده اللي ممكن تطلع عليها في التحولات هو شيكو بنزا الوحيد وبتطلعه. مين صاحب الفكره؟ انا مش مفهومه بالنسبه لي خالص. مين صاحب الفكره؟ حاجه في منتهى الغرابه. يعني حتى اداره الماتش كمان سيئه من بره، كل حاجه سيئه في اليوم في منتهى الغرابه. اللي يجي دلوقتي في الوقت اللي احنا قاعدين فيه ويتكلم ويقول لك
احمد فتوح كان سيء، كان سيء وعمل كميه باص كتيره جدا طوال الماتش. طيب خلاص تمام. ادم كايد عايز يتجلد وكان هو اصلا موجود عشان قصه الربط. فكك من البلالتي، قصه الربط لا، ده بياخد الكره وبيلف وبيرجع تاني. انت بتبص لي ليه يا عبد المجيد؟ انت معتوه يا ابويا. يلعب الطوليه وخلاها تتقطع وترجع لينا تاني، وانا كده كده بتمشى واتسهوك في نص الملعب، بلعب بالشوكه والسكينه. ايه كميه العار اللي احنا فيه ده؟ ايه كميه العار والخزي والعته اللي احنا فيه ده؟ انا مش عايز اقول لك ان انا من المحافظه ولا من مركز مغاغه. احنا لو خدنا 11 دكر هنا من البلد نكسب اتحاد العاصمه مرتاح والله العظيم مرتاح. حاجه في منتهى الغرابه. اللي يقعد يقيم لعيب كوره دلوقتي ويطلع لك تقييم وده ياخد 2 من 10 و3 من 10 يبقى معتوه كرويا. احنا ما عندناش لعيبه تتقيم. اللي يقعد يقيم فتوح او يقيم كمان ادم كايد او يقيم اي حد يبقى هو ما يفهمش حاجه في الكوره. ده اسمه عته. انت ما عندكش لعيبه عشان تقيمها. انت ما عندكش، انت فنيتو، انت صفر يا حبيبي. انت مالت كوره، انت صفر. واللي هيجيب اللوم على شحاته يبقى هو ما عندوش اي فكره في الكوره. انت رحت البلنتيات برجليك وبغرضك عشان تضيع التامنه وهم ياخدوا البطوله. واللي هيربط فكره شحاته بوفاه والده يبقى ما عندوش اخلاق. الموضوع فينيتو بره شحاته. من وجهه نظري الشخصيه الزمالك لا يستحق اللقب طبقا لظروف الماتش النهارده. فكك من ماتش الذهاب على ارضك وسط جمهورك، سجلت الاول اتعادلت، العب يا باشا ال90. انا ما عنديش كوره العب ايه؟ انا ملط. الزمالك حتى كمان ضيع فكره الفوز بالدوري وفرحته بالنسبه لي ده اذا فاز. الزمالك ضيع فكره وفرحه الفوز بالدوري بالنسبه لي انا شخصيا ده لو فاز اصلا بالدوري. الزمالك بالاداء ده ما يكسبش سيراميكا. الزمالك بالاداء ده ملوش اي لازمه على الاطلاق. الزمالك بالاداء ده يروح دوري ابطال يعمل ايه في 17 قضيه ايقاف قيد والمجلس مش هيلاقي حلول لانه مجلس معتوه وعقيم وما عندوش اي حاجه خالص يفكر فيها خالص لانهم قاعدين على الكراسي ومش فاهمين اصلا معنى فكره كوره ولا عارفينها مدوره ولا مربعه. دمتم في امان الله.